وصلت العروس الإفريقية لمحطتها الختامية، وحان وقت الجائزة والقلادة الذهبية. في النهائي الصغير الأسود الكاميرونية تستعيد عافيتها أمام الخيول البوركينابية وتكتفي بالمركز الثالث. وفي النهائي الكبير صلاح والرفاق يريدون الثامنة وكتابة التاريخ مجددا، وساديو ماني يبحث عن أول تاج لبلاده. أينما كنتم سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام عبر بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج هذا المساء. هذا البرنامج الذي رافقكم طيلة أفريقيا الكاميرون 2021. تقريبا وصلنا إلى محطاته الأخيرة، يفصلنا يوم عن المباراة النهائية المرتقبة بين منتخبنا العربي المصري أمام المنتخب السنغالي. اليوم بوركينا فاسو الكاميرون أخذت المركز الثالث هناك أمام الأنصار وعلى الأرض، لكن الترقب بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي إن شاء الله الثامنة للمنتخب المصري لو تغلب على السنغال، أو الأولى للمنتخب السنغالي في حال الانتصار على المنتخب المصري. أمامنا المباراة المرتقبة بين نجمين كبيرين يلعبان في نفس الفريق، ليفربول، ماني صلاح. وباختصار شديد هذا النهائي عبر موطن الحقوق الحصرية بين سبورتس. دعوني الآن نرحب سويا بعائلة برنامج هذا المساء. أبدأ بالأستاذ فتحي المولدي. مساء الخير فتحي، كيف حالك اليوم؟ مساء النور مهند، مساء الفل صابر وبدر. بالطبيعة للسادة المشاهدين ما زالت أقل من 21 ساعة نحسبوا فيهم بالساعة، الأيام تجري بالدقائق. أقل من 21 ساعة على الموعد الموعود، وبطبيعة الحال نتمنى أن مصر العربية تكون في الموعد، لأنه فعلا غدوة يوم تاريخي، يوم تاريخي في كلمة. مصر تريد مواصلة تحطيم الأرقام التاريخية، والسنغال تريد لأول مرة تدخل التاريخ. إذن موعدنا غدوة في يوم سيكون طويل وإن شاء الله مفرح. صابر مساء الخير، كيف حالك اليوم؟ شو غدوة صابر؟ غدوة بكرة يعني. أنا من كتر عشرتي لفتحي بقيت حافظ غدوة بكرة. وياسر أكتر كلمة بيقولها ياسر يعني كتير. ما أعرفش أنا ياسر دي جت وبرشا وفي برشا برضه كتير. لا دي معروفة، دي مشهورة. وفي هلبة، الكلمات الجديدة عليها. في هلبة، تعرف هلبة؟ هلبة يعني لا اخواننا الليبيين هلبة بزاف كده يا صابر. هلبة إيه ينفع كده؟ لا قول له بزاف. وفي بزاف. لا بزاف معروفة، بس هلبة دي اللي يعني مش هلبة برشا تحت الهواء حنتفاهم صراحة. طيب بدر دي لن أطيل في الأمر، لكن لن نقول إلا ما يرضي الله. إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. أحببناه جدا الطفل ريان، لكن حب الله كان له أقوى. زميلي مهند، أعتقد الحادث وحد قلوبنا جميعا. تضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينقذ هذا الطفل ويديمه لوالديه، ولكن كما قلت ما قدر الله ما شاء فعل. تعازينا القلبية لعائلته وأيضا لكل المغاربة. شكرا لكل من واسى عائلته، أيضا واسى المغاربة، وإن شاء الله الله يجعلها آخر الأحزان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب صابر، فتحي، بدر الدين، المباراة المركز الثالث انتصر المنتخب الكاميروني في مباراة دراماتيكية في أجواء أفريقية بامتياز. مقابلة ما كناش ننتظروا، لأن بالنسبة لي أنا اسمها المقابلة الزائدة. المقابلة متاع المرتبة الثالثة والرابعة عادة الفرق تكون محبطة لأنه كانت تحلم بالنهائي، ولكن اليوم تفاجأنا الحقيقة بمقابلة فيها أهداف، فيها فرجة، فيها متعة، فيها تسابق وتلاحق، فيها عودة قوية للكاميرون بعد 3-0. واحنا كان معنا الكابتن جمال وحكى لنا عام 98 وقال لنا والنتيجة وقتها 3-0، قلنا له انتهى خلاص. قال لنا لا بوركينا فاسو عام 98 اللي نظمت كأس افريقيا عام 98 وزاحت تونس في مقابلة ترتيبية الثالثة والرابعة، فايزة 4-1 ما زالوا 7 دقائق على الكونغو. 4-1 إذا المقابلة لم تكن زايدة.
ابدا. وبالتالي هي قبل ما تبدا زايده ثالث ورابع، ولكن كانت الفرجه والمتعه، وكما قلت الاجواء الافريقيه رائعه. ما قلقني شويه ونقولها للامانه، وانه التتويج كان مبالغ فيه. هي مرتبه ثالثه، حفل التتويج والاحتفالات وغيرها، ربما لانه هو اعتقد ممكن اول مره في افريقيا يسوي مركز ثالث، لانه في عادات والتقاليد نتاع الكؤوس الافريقيه او في العالميه او غيرها. المرتبه الثالثه هي مرتبه مهيئ، هو هيئ الناس وهيئ الكاميرون وهيئ شعب الكاميرون باللقب، غاب اللقب. طيب الاشياء سرديه على اعتبار أن اللذان يتنافسان، فريقان فقدا الفرصة للصعود إلى النهائي. أنا أتصور كما قال زميلي فتحي فرحة مبالغة فيها، لأنه أولا منتخب الكاميرون محصل على 5 ألقاب، منتخب الكاميرون يستضيف في ميدانه بين جماهيره. منتخب الكاميرون إلى غاية 2017 كان هو البطل، بمعنى أنه جرد من لقبه في 2019 من خلال المنتخب الجزائري. أتصور فرحة مبالغة فيها، ولكن كيف قال زميلي فتحي، يمكن صامويل إيتو أراد أن يفرح مع ابنائه، ربما ليشحذ هممهم، لأنه يعرف على أنه في شهر مارس جاي المباراة. هذه النقطة صابر، تروح للجزائر منتصر في أجواء في النهاية خلق تتويج من لا شيء، عمل تتويج إيتو صحيح، ولاعبين شباب وحاب يستثمر فيهم ومستقبل الكرة الكاميرونية. ونحن نروح نواجه المنتخب الجزائري في مواجهتين مؤهلة لكأس العالم، نروح فايز ومركز ثالث، وبعض هذه الأجواء نوعا ما مطلوبة. هذه رؤية من زاوية أخرى. بيصدر فرحة للجمهور الكاميروني، وصامويل إيتو وبقية أعضاء المنتخب تعاملوا مع هذه المباراة بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله. خلاص أنا ما قدرتش أفوز بالبطولة، يبقى ما اخسرش كل شيء، أطلع بأكبر المكاسب الممكنة. صحيح أنا نفسي كنت مندهش من فرحتهم الزيادة، بس خلينا كده نرجع للرياضة، هي دي الرياضة. يعني أنا أطلع فرحان خلاص، ما فيش مشكلة أن أنا خسرت اللقب، الحياة مش هتتوقف، هقدر أقاوم تاني واستعيد عافيتي المعنوية. احنا طبعا مش عايزينه يستعيد عافيته، لا المعنوية ولا البدنية ولا الفنية دلوقتي خالص، بس أنا بتكلم بمبدأ عام، احنا عايزينه يستعيدها بعد موقعتي الجزائر إن شاء الله. إنما بشكل عام في الرياضة لا، ده شيء جميل جدا، كويس إن أنا بقدر استعيد عافيتي سريعا. حاولوا يرسموا ابتسامة ولو بسيطة أمامنا إيتو صابر، هذه فرحة إيتو على وجوه لا يعني هو انا بالنسبه للمنتخب واللعيبه، ايتو يمكن عنده حسابات تانية، حسابات انتخابيه، حسابات هو بيحاول يحط قدم. ما زال ايتو اللاعب مسيطر نوعا ما على ايتو قليل الخبره، هو اللي بيتعامل دلوقتي. انا رغم ان البدله وربطه العنق والشياكه، بس لا يستطيع. انا لاول مره للامانه لاول مره في التاريخ نرى فريق منظم الدورة، ونجم يكون مش منظم الدورة يحرز على المرتبة الثالثة ويعمل احتفالات بهذا الشكل. ماذا لو فاز بالكأس؟ ماذا لو فاز؟ وكيف ستكون احتفالات من سيفوز بالكأس؟ احتفالات غير عادية. ثانيا مع صابر كيقول لي الحياة تستمر، بالطبع حتى يوفى العاشر الحياة تستمر، وأنه ربما أراد معناها زرع ابتسامة. صحيح، فما ابتسامة مفتعلة، فما ابتسامة من القلب، ابتسامة حقيقية. أنا سامحني، أنا نعتبر سامويل إيتو ما لبسش جبة المسؤول، لأنه النجم نقول لك من أسباب اللي خلت فريق الكاميرون ربما لا يصل للنهائي إضافة إلى مصر هو سامويل إيتو. سامويل إيتو لم يخدم لصالح فريق الكاميرون، لأنه الخطابات التي كان يوجهها للاعبين غير عادية، الرسائل غير عادية، الأرامل يستحق الشكر يا فتحي، غير عادية. يستحق الشكر على ما فعله، يعني الرجل يستحق الشكر لأنه مصر في النهائي. أنا بيني وبينك يستمر في التصريحات ويستمر يضغط على اللاعبين، خلي الجزائر تتأهل وبعدين يعيد ترتيب بيت الداخلي. يكون بالنسبه لي اهم شيء الجزائر. ومهند اذا تحدثنا على المباراه فنيا، العوده في النتيجه، لانه المنتخب الكاميروني ادخل في بدايه المباراه لاعبين احتياطيين بدلاء واجلس اللاعبين الاساسيين. عندما بوغت المدرب بأنه فريق البوركينابي تمكن من تسجيل الثلاثيه، تصور أن المنتخب الكاميروني غادر هذه البطوله بالصف الرابع ومنهزم بثلاثيه نظيفه امام بوركينا فاسو. كيف كانت غتكون حالته الذهنيه وهو يتاهب لموقعه قويه جدا على مستوى كاس العالم؟ فلذلك
اثر ادخال كل من فينسون بوبكر ايكامبي وعاد في النتيجه، وربما هذا هو العلاج النفسي الذي كان يريده ايتو ويريده ايضا مدرب الكاميرون لفريق اعتقد على انه اقنعنا في هذه البطوله انه منتخب الجزائر ممكن ان يتفوق عليه. توحشت مصر انا. مصر. يلا نروحوا لمصر. يلا نروحوا مصر مع بعضنا. الان الحديث سيكون حول المباراة النهائية. فتحي بدر الدين صابر، الآن وقت العمل بالنسبة للمصريين. تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية، شيء طبيعي صابر وشيء عادي جدا. الفوز بالمباراة النهائية هو الأهم. أن تفوز بالمباراة النهائية على منتخب مثل المنتخب السنغالي بنجومه يحتاج الكثير من العمل، الكثير من الذكاء، الكثير من الدهاء، الكثير من الخبط الكروي، الكثير من التركيز والكثير من الدعم. كل ده موجود بإذن الله. التركيز موجود في أعلى درجات التركيز، جميع أعضاء الفريق في أعلى درجات التركيز، جهاز فني، جهاز إداري، لاعبين، الخبرة موجودة. هل مثلا صابر نهائي 2017 ممكن يكون فايدة للمنتخب المصري في نهائي 2021 ونحن في 2022، بمعنى أن صلاح ورفاقه اللي لعبوا 2017 نوعا ما أكثر نضج، أكثر قيمة، أكثر جودة؟ صحيح، هم ان شاء الله هيتعلموا الدرس، بس كمان في فارق كبير جدا ما بين منتخب 2017 والبطوله الحاليه. الفارق الاكثر وضوحا انه المنتخب البطوله دي اكثر اقناعا، اكثر افضليه في جميع المباريات اللي تخطاها باستثناء المباراه الاولى. بقيه المباريات هو العنصر الافضل في كل المباريات، الطرف الافضل، الحلقه الاقوى. لذلك المنتخب وصل للنهائي وهو مقنع جدا لجماهيره، حاله الثقه عاليه لدى الجماهير، والثقه دي موجوده احنا استمديناها من اللاعبين في ارضيه الملعب. الوضع كان مغاير تماما في 2017، صحيح كنا بنتخطى المراحل ولكن الاداء لم يكن مقنعا. كان كوبر المدرب اداؤه صحيح مدرب جيد، ولكن الاداء كان عليه اكتر من علامه استفهام. المره دي الوضع مختلف تماما، الثقه لدى الجماهير كبيره جدا، المؤشرات كلها باذن الله نفس الكلام اللي قلناه قبل موقعة الكاميرون بنكرره دلوقتي. كل المؤشرات الإيجابية موجودة في الفريق، السلبيات تقريبا تكاد تكون غير موجودة. في طبعا سلبيات ولكن إن شاء الله تتضاءل مع انطلاقة أحداث المباراة. لذلك أنا بقول أبجديات فوز مصر ان شاء الله كلها موجوده. ده لا يبخس حق السنغال واحترامنا لمنتخب السنغال وقيمه المنتخب السنغال، بس انا دايما بقول انه مصر في قلب الادغال لا بيهمها كاميرون ولا سنغال. فان شاء الله مصر قادره على تخطي العقبه الاخيره. تخطينا عقبات قويه جدا، لانه مصر حتى بنظره مجرده وبنظره حياديه مصر هي الاحق. مصر تخطت عقبات صعبه جدا، بدايه من دور ال16 مرورا بدور ال8 الى النصف النهائي. العقبات الاصعب والاقوى تخطتها مصر. لذلك المنطق بيقول ان مصر هي الافضل، المنطق بيقول ان مصر هي الاقرب للفوز، المنطق بيقول انه اللاعبين لديهم القدره، رفاق صلاح، بقيه جميع اعضاء اللاعبين خبره، شباب، ان شاء الله قادرين على اسعاد الشعب المصري والعربي بكره. بدر الدين، مثل ما اخذنا مثال نهائي 2017 المنتخب المصري امام الكاميروني وخساره هذا النهائي بالنسبه للمصريين، هناك مجموعه كبيره من اللاعبين المصريين كانوا متواجدين في هذا النهائي، صلاح والنني وما ادراك، فاصبح اكثر نضج، اكثر قياديه. اتفقنا صلاح ان فاجأ الجميع بانه قيادي في هذه النسخه بشكل منطقي وفعلي وفعال على ارضيه الميدان وخارج الميدان. ايضا بالنسبه للسنغال ممكن يكون هذا الموضوع ينطبق عليه. 2019 خسر نهائي امام الجزائر مع ماني ورفاقنا ماني، ممكن ايضا يكون السنغال يتعلم الدرس من هذا النهائي. بالتاكيد مهند، لانه المنتخب السنغالي اتصور انه بمدربه وبلاعبيه لغايه الاسف وصلوا في مناسبتين الى خط النهايه، ولكن لم يعدوا المتر الاخير، يعني وصلوا الى العين ولم يشربوا منها. اليو سيسي نذكر جميعا لانه كان مدربا لاعبا للمنتخب السنغالي، عميدا للمنتخب السنغالي الذي بلغ النهائي سنه 2002 وخسر، وبعد ذلك كان على السنغال ان تنتظر زمنا طويلا لتنتج جيلا جديدا يقوده ساديو ماني. وصل بالفعل الى نهائي 2019 وخسر امام المنتخب الجزائري. اليوم هذا النهائي الثالث
ولا أتصور أنه من السنغاليين ولو أنهم يتشائمون من أنهم يصلون إلى النهائي ولا يكسبون ولا يربحون، ولكن مع ذلك يمنون النفس على أنه ربما تكون الثالثة ثابتا لهم، وسيوظفون كل إمكانياتهم، لأنه كما تقال العبارة الشهيرة: النهائي يكسب ولا يلعب. ولكن كيف يمكن أن تكسب نهائيا من غير أن تلعبه؟ لابد أن تلعبه، خاصة إذا تعلق الأمر بمنافس بقيمة المنتخب المصري، بخبرته وأيضا بذكائه في تدبير المباريات النهائية، في تدبير هكذا نزالات. أنا أتصور أنه مرجعية المنتخب المصري، تاريخ المنتخب المصري، الحوافز اللي عند المنتخب المصري ترجح نسبيا كفته على المنتخب السنغالي، ولكن مع ذلك يجب أن ننتظر أن أسود الترانجا سيكونون أيضا منافسا قويا، ولربما لا يريدون أن يكونون كهولندا في سنوات ماضية تذكرها معي، سنة 74 يصل إلى النهائي ولا يفوز، سنة 78 لا يصل إلى النهائي كأس العالم ولا يفوز، حتى أصبحت هناك ما يسمى بعقدة النهائي عند منتخب كان ولا أجود ولا 2010 أمام اسبانيا بعدين تحرروا من بالنسبة للمنتخب المصري لابد من التركيز في أدق التفاصيل، لأن الخشية الآن من اللياقة البدنية مقارنة بالمنتخب السنغالي. أكثر شيء يمكن أن توجه للمنتخب المصري وعليهم التركيز فيه ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ أولا خلطنا للعين، وإن شاء الله بطبيعة الحال يلزم المنتخب المصري يشرب، لأنه المنتخب وتنجاوبك المنتخب المصري عنده مسيرة بطل في هذه البطولة. ممكن الروح تغطي برشا عيوب؟ بالطبع مسيرة بطل في هذه البطولة، لأنه أخرج وأحرج كبار ممكن القوم. يشحنوا نفسهم بمثل هكذا أفراح، وأيضا بالثقة اللي اكتسبوها، لأنه كي تتفرج مهند في مقابلات المنتخب المصري ضد الكوت ديفوار، ضد المغرب، ضد الكاميرون، ما هيش نفس المقابلة. ضد الكوت ديفوار كانت مقابلة درس في الانضباط التكتيكي، ضد المغرب كان درس في الروعة، الهجوم، التهديف، ربما لأنه المنتخب المغربي يسجل من الدقيقة الثانية، فالمنتخب المصري ورانا وجه آخر المنتخب المصري أنه يعرف يهاجم ويسجل. ضد المنتخب الكاميروني في نصف النهائي وجه ثالث تماما، المنتخب المصري صمود، المنتخب المصري الصلابة الدفاعية، لأنه ما ننساوش ضد الكاميرون المنتخب المصري القوة الشخصية مش قوة فنية، انتصار رجال مش انتصار فرجة وكورة، رجال. سؤالك وجيب عنه، تقول لي تعبوا ربما، ومين باش يستمدوا؟ يستمدوا من الرهان، يستمدوا من الرهان اللي هو النجمة الثامنة، الرهان اللي هو أنا عملت ما يمكن ما يقدر عليه حتى حد، وأنا نخرج الفريق المستضيف اللي ما يقدر عليه حتى حد، الفريق المستضيف. كذلك يستمد ذلك من، سامحني ونقولها، مش 100 مليون وراه، كل العرب، لأنه قعد هو سفير العرب، قعد كان هو، وبالتالي العرب الصادقين اللي يحبوا فعلا العروبة ويحبوا وأنه فريق عربي نحبوه، يتكلم كيفنا عربي، عنده عاداتنا وتقاليدنا، وأنه يشرفنا، وأنه يكون موجود، بطبيعة الحال يستمد من كل هذا، يستمد من التضامن ربما متاع الناس اللي تنتظر فيه، وبالتالي نعتبر وأنه فريق المصري، أنا الحقيقة تفاؤل حذر، ما نقولش المنطق يفرض أن مصر تفوز، لا، فريق السنغالي فريق قوي، فريق محترم جدا، ولكن التفاؤل الحذر. منتخب مصر عنده مسيرة بطل، وأتمنى أن يكون البطل. صابر، نطلب منك طلب على الهواء. الأفراح اللي شاهدناها في داخل غرفة الملابس موجودة بالأصوات،
حاول لو غابت علينا بعض المفردات ترجمها لنا. اسمعها قوي قوي اسمعها تحتاج يا ريت لو للترجمة؟ اعرف يا ريت. لان احيانا في مفردات مصريه ممكن تغيب مصرية. علينا. بس ما تكونش عايشه الله يكرمك. هو انا قلت له هلبة وما عرفهاش، ممكن هو يقول لي كلمه وانا ما نعرفهاش، صح ولا لا بدر الدين؟ صح انا معك. طيب نستمع سويا. اللي فهمته شمال يمين، احنا مصريين. افريقيا يا مصريين، شمال يمين افريقيا يا مصريين. شفت ما ممتاز. حاولت نجتهد، حاولت لا نركز، مجتهد. كل هذا بس في قبلها في اشياء كل تانية. هذه جمله واحده، شمال يمين شمال يمين افريقيا يا أفريقيا مصريين ما- كرروها بس كرروها كرروها بكل اللغات. لا في الاول كان في اغاني شعبيه كده مثل إيه؟ ما اعرفهاش والله. لو هو مصري ما عرفش مستغرب اني انا ما نعرفش. انا حاب نسمع اخر شيء. معلش يلا. ابراهيم بليز، عم نسمعوه مع بعض. انا واقف تحت البيت مش هعمل زيطه. هي اغنيه شعبيه بس انا مش حافظها طبعا. انا واقف تحت البيت ومش هعمل يعني زيطه. محمد صلاح حافظها وانت لا يا صبر. على كل حال تابع ما شاء الله عليه. صابر مركز على المقابله، مركز على المفروض المقابله. محمد صلاح هو اللي يبقى مركز. وانت كنت بتقول مثلهم، شو قالوا هم في اخر شيء؟ هو اللي جالس تحت البيت. كمل لي. والله ما اعرفش. انا لو كنت حافظ الاغنيه نقولها لك. وهذا يدل انه اللاعبين بارك الله ما شاء الله فرحه عارمه وعاديه ريت الروح. نفضلهم معناها الاغاني يغنيهم فوق الميدان. انت عارف اليومين دول يا فندم هو ممكن يكون اللي عارف. هو لو كان معنا اليوم عمرو فهمي انا متاكد ممكن يكون عرفها الاغنيه الاخيره، لان للامانه في فضول عندي نعرفها. اقول لك على معلومه، عدد اللي هي تحت الأغنيات البيت اللي هاي اتالفت واتغنت في اليومين اللي فاتوا دول عدد كبير جدا من الاغاني وانتشرت على بس هي توصل للاعبين يبقى انتشرت لو بشكل توصل كبير. للاعبين دي بيحفظوها. اكيد اغنيه مشهوره طبعا، بس انا في الاغاني الجديده كلها شنو هي الاغاني سلامتك. المشهوره؟ مثل شو؟ لا اغاني شعبيه جديده انا ما اعرفهاش بصراحه. انا جيلي وقف عند عبد الحليم حافظ بعد كده يعني انت يعني انت ختيار باللغه لا، الشاميه. بصراحة يعني انت بعترف. شعرك شايب وكبرت في العمر. يلا حشو. انا بنروح للشباب، نستعين بالشباب. تفضل انا بنروح عمرو. للشباب، بنروح لعمرو فهمي. عمرو فهمي انقذني في اغنيه تحت البيت هاي، تعرفها؟ غناها محمد صلاح والرفاق. وليش زعلان عمرو فهمي؟ نعم، هي من بعض أغاني المهرجانات الشعبية يعني. بس هيك؟ يا عمر اليوم بس. كلكم ما لا قل انسى اني اغنيها واقول اي حاجه يعني. ما تغنيهاش، اعطيني الكلمات انا اعطينا أغنيها. الكلمات، اعطينا الكلمات. اللي هي تحت البيت. لا والله مش مركز فيها يعني، انا ما مش من هواة الاغاني يا للاسف يعني. مهند للاسف عمر وصابر يعني دخلهم المباراه، خليهم مركزين مع المباراه احسن. شوف السؤال هذا لعمر. مساء الخير. عمر ينضم الينا مباشره من ياوندي لتغطيه مباراه المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني لنهائي البطوله. عمر، اخر الاخبار. نعم مهند، في الواقع المنتخب المصري اليوم أجرى حصته التدريبية الوحيدة عشية المباراة، لأن الحصة التدريبية أمس كانت حصة ترفيهية بدرجة كبيرة جدا، يعني لم تكن حصة جادة بالمعنى المتداول. كيروش الذي منع من حضور المؤتمر الصحفي اليوم بسبب إيقافه يعني عقد يعني شبه لقاء ودي مع الصحفيين، أدلى ببعض التصريحات.
كلها يعني تصب في صالح الهجوم على القرارات التأديبية التي صدرت ضده بشأن إيقافه لمباراتين وحتى إيقاف مساعدي روجر ديسا. يعني قال إن هناك ترصد للمنتخب المصري، يعني حتى اتهم بكاري جسامة حكم مباراة نصف نهائي الكاميرون بأنه ذهب إلى غرفة الملابس قبل المباراة وهدد، حسب تعبيره، هدد الطاقم الفني للمنتخب المصري بأنه سيكون صارما للغاية في التعامل معهم. ربما إذا روى جسامة هذا ما حدث فلعله سيستخدم لفظة تحذير أو أنه حذر وليس هدد. على كل حال من الغريب طبعا أن يلجأ كيروش إلى الحديث عن مباراة نصف النهائي وما دار فيها عشية المباراة النهائية. يعني هذا أعتقد أنه حلقة جديدة في مسلسل تحويل الأنظار ورفع الضغط عن لاعبيه وشغل نوعا ما الرأي العام بأمور أخرى كي يكون اللاعبون في غاية التركيز بالنسبة لهذه المباراة. حتى الآن على الأرجح إمام عاشور سيبدأ المباراة في مركز الظهير الأيمن بسبب إيقاف عمر كمال الذي لن يخوض هذه المباراة. لا نتوقع تغييرات فيما يخص الخطوط، بقية الخطوط. يعني التشكيل المتوقع حتى الآن: أبو جبل طبعا مستمر في حراسة المرمى، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح. السولية جاهز للعب لأن البعض كان قد يعني أثار علامات استفهام حول خروجه المبكر نسبيا في مباراة الكاميرون، ولكنه جاهز للعب ولمرافقة النني في وسط الميدان ومعهما حمدي فتحي ومرموش أيضا على الأرجح سيبدأ هذه المباراة وليس تريزيجيه على الجناح الأيسر، ومحمد صلاح على الجناح الأيمن، ومصطفى محمد في قلب الهجوم. ولماذا مصطفى محمد؟ تعرض لانتقادات كبيرة، ولكن مصطفى في الواقع يقوم بأدوار دفاعية مهمة جدا لكيروش. هو في حين عملية الارتداد والدفاع في الكرات الثابتة يجيد ألعاب الهواء، وأخرج أكثر من كرة خطيرة في مباراة المغرب، ومن ثم لهذا يراهن عليه كيروش بشكل كبير جدا. هو مقتنع تماما بقدراته. وطبعا تريزيجيه هو المرشح الأول للاعب دور الورقة الرابحة، يتبعه رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو. دعونا نستمع الآن إلى مدير المنتخب المصري الزميل والصديق العزيز وائل جمعة ماذا قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السنغال في النهائي المرتقب. نتابع. المباراة النهائية زي ما قلت في البداية لحظة ممتعة للاعب، بيكون بذل فيها في خلال البطولة كل ما أوتي من قوة إنه يوصل للمرحلة دي ويوصل للحظة دي. فأنا أشوف إن هي لحظة ممتعة جدا، خاصة إن شاء الله لما اللاعب ده يحرز البطولة ويفوز بيها. مش مطلوب من اللاعبين بتوعنا إن شاء الله بكرة أكتر من اللي بيقدموه في خلال المباريات اللي فاتت. قدموا وأظهروا روح بطولية فعلا في خلال المباريات اللي فاتت، وشفنا الكلام ده من البداية برغم الضغط الكبير اللي كان واقع علينا في مباراة نيجيريا بعد الخسارة. إنما اللعيبة استعادت الثقة بنفسها مرة تانية ودخلت الأجواء البطولة بشكل أكتر من ممتاز. قدروا إن هم يتغلبوا على أنفسهم وعلى منافسين كبار جدا كانوا مرشحين للقب من البداية زي كوت ديفوار وزي المغرب وزي الكاميرون. فدي لحظة مهمة جدا 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 بالنسبة لهم وبالنسبة لثقل الشخصية اللي هيضاف للاعبين دول، وده المستقبل بإذن الله بينتظرهم. عندنا لاعبين كتير جدا في الفريق أول مرة يشاركوا في كأس أفريقية. معانا لاعب في حجم محمد صلاح إضافة كبيرة جدا جدا للكرة المصرية، واحد بيقارن مع أفضل لاعبي العالم حاليا. فأشوف أن صلاح كمان البطولة دي تحديدا مش عشان هو موجود معايا هنا، إنما صلاح أثبت قدرته أنه قائد للمنتخب بشكل واضح جدا في خلال المباريات الصعبة اللي احنا قابلناها. يمكن تقريبا اللعيب الوحيد في المنتخب اللي لعب كل المباريات كوقت كامل في خلال البطولة. فأتمنى إن شاء الله أن صلاح السنة دي يحصل على أفضل لاعب في العالم بإذن الله، وتبقى البطولة دي تتويج لمجهوده مع المنتخب المصري بإذن الله ومع نادي ليفربول من بعد كأس العالم 2018. المجهود المتميز اللي ظاهر بيه مع النادي ومع المنتخب إن شاء الله تبقى البطولة دي هي التتويج الكامل ليه. شكرا للعزيز وائل جمعة، تمنيتنا لك بالتوفيق وائل والمنتخب المصري. وائل يعيش تحت ضغوطات كبيرة جدا خصوصا بعد طرد كيروش، المسؤولية الآن على عاتق وائل جمعة، ونحن نقولها بالعامية وائل قدها وقدود. صحيح، وهو كمان واحد من أهم الأسباب اللي بتدعو للتفاؤل. وائل مع بداياته في المنتخب فاز بلقب 2006، بعديها فاز بلقب 2008، بعديها فاز بلقب 2010.
بعدها ما تأهلناش، بعدها وائل بطل، رجع دلوقتي مع المنتخب، فبالتالي وجود وائل مع المنتخب يعني ان شاء الله النجاحات بتتحقق دايما في ظل وجوده. لذلك انا متفائل. انا بحس ضف على ذلك الحضري، ضف على ذلك شوقي، هاي الاسماء عملت شغل كبير مع هذه المجموعه من الشباب. طبعا انا بحس بدورهم يا مهند في كل لقطه من لقطات المباريات، بحس بالحماس ان هم بيستمدوه من روح الجهاز الاداري اللي موجود، زي انت ما ذكرت فعلا شوقي والحضري، بالاضافه لوائل والكابتن ضياء السيد، دورهم كبير جدا مع كروش بيأدوه. وكمان في كيمياء رائعه جدا ما بينهم وما بين بقيه اللاعبين، في همزه وصل طبعا محمد صلاح اللي بيتحدث عنها وائل، انما الكيمياء اللي موجوده حتى لما الفيديوهات اللي كنا بنشوفها وهم بيحتفلوا معاهم وبيرقصوا وبيغنوا، الكابتن ضياء اكبر واحد في الجهاز بعد كروش بيغني معاهم وبيرقص معاهم وبيحتفل، في كيمياء كبيره ما بينهم. ده بينعكس وبيبان مردوده داخل ارض الملعب في التفاعل، سواء من بره الخط. وائل طبعا عنده دور مهم جدا مع بقيه اعضاء الجهاز ان هم هيغطوا غياب كروش من خارج ارض الملعب، ولكن الشكل العام يعني بيزيد عندنا معدلات التفاؤل. يبقى عنصر التوفيق طبعا في المباراه داخل ارض الملعب، عنصر التوفيق مهم جدا، لان احنا كمان امام منافس عنده تقريبا نفس الحظوظ، عنده تقريبا نفس الرغبه، عنده تقريبا نفس العناصر القويه. عنصر التوفيق هو باذن الله اللي احنا بنعول عليه انه يرجح كفتنا بشكل كبير. طيب، مثلما استمعنا للمدير المنتخب المصري وائل جمعة، دعونا نستمع الآن إلى القائد، إلى النجم، إلى فخر العرب محمد صلاح، ماذا قال في هذا المؤتمر؟ انا شايف ان الماتش في 2017 كنا داخلين بس الماتش النهائي تعبانين شويه عشان كان في اصابات كتيره وكان في سوء حظ في الاصابات. فعلا ما كانش عندنا فراوده، ما كانش عندنا لعيبه كتيره، كان لازم نغير البوزيشن نفسه بتاع اللعيبه. البطوله دي عشان في 5 تغييرات فالموضوع مسهل علينا اكتر، واللعيبه بصراحه مش عايز اقول اقرب من الجروب اللي فات، بالعكس يعني الاثنين كانوا زي بعض. اللعيبه كلها في الماتش بتاع برضو الفاينل 2017 كله طلع اللي عنده. الناس في مصر كانت مقدره ده جدا ومحدش عامل لعيب في اي حاجه. فانا شايف ان كان عندنا سوء توفيق الماتش في النهائي الاولاني، لكن ان شاء الله باذن الله يكون معانا حسن حظ بكره ونكسب الماتش باذن الله. شكرا محمد صلاح. بدر الدين. طبعا محمد صلاح يعني كقائد متفائل بأنه هذه المحطة ستكون مختلفة تماما عن محطة 2017. أنا أعتقد السياقات مختلفة، أيضا الظروف مختلفة. فريق منتخب مصري برغم وجود عناصر شابة كما قال وائل جمعة، إلا أنه عناصر الخبرة الموجودة أعتقد ممثلة أيضا مجسدة في محمد صلاح. أعتقد هذه كفيلة بأنها تعطي أجنحة للمنتخب المصري ليكون يعني في مستوى الحدث، وأيضا لكي لا يعيش ذات السيناريو الذي عاشه سنة 2017. أنا لا أتصور أستبعده، ولو أن المنتخب المصري يأتي إلى هذه المباراة وقد تجاوز 4 أو 3 عقبات صعبة جدا أرهقته بدنيا، بأنه المنتخب الوحيد اللي لعب 120 دقيقة. أنا شخصيا أريد في هذا المقام أني نحضر من شيء واحد. أنا أتصور مهند أن المنتخب السنغالي غدا، وهو يعرف جيدا أن المنتخب المصري يأتي من 3 مباريات تجاوز فيها 120 دقيقة، سيحاول من البداية الضغط، لأنه يعرف أن المنتخب المصري يريد أن يدخل المباراة بالتدريج، لأنه استنزف بدنيا. فبالتالي يجب أن يكون المنتخب المصري حذرا من أول 20 دقيقة، لأن ستكون محددة لمصير المباراة. إذا ما تجاوزها بسلام، أنا أتصور أنه إن شاء الله محمد صلاح سيحقق حلمه هو في أنه يتوج باللقب، وحلم مصر في أن تصل إلى النجمة الثامنة. من استحقاق المنتخب المصري بالتتويج بالنسخة الثامنة، نظرا للطريق الذي مر به وصولا إلى المباراة النهائية، كوت ديفوار، المغرب ثم الكاميرون، محمد صلاح يستحق حمل هذه الكأس كونه قائد بالكلمة وبالفعل في هذه النسخة. لو وقعت انتخابات تاع أحسن لاعب في العالم بين ليفاندوفسكي وميسي ومحمد صلاح، بعد هذه الكأس الإفريقية كان يحصل عليها محمد صلاح. لأنه أنا شخصيا نتصور الناس اللي تتابع في الكأس الإفريقية هذه اكتشفنا محمد صلاح جديد. اكتشفنا فيه القائد؟ لا، اكتشفنا محمد صلاح جديد. القائد محمد صلاح تراه
مع ليفربول او حتى مع مصر في السنوات السابقه معناها متواضع، ما يخلي وكأنه مسالم هادئ، وكأنه حاشم، وكأنه ما يحبش زعما راني أنا محمد صلاح. لكن المرة هذه أجبر وهو قبل وظهر عنده الإمكانية باش يكون هو القائد. اللي قلقني وأنا محمد صلاح بالنسبة لي أنا اليوم هو أحسن لاعب في العالم. اللي قلقني أنه الكل يتحدث على محمد صلاح إلا محمد صلاح. أنا المنتخب المصري 10 فراعنة وجبل، لولا محمد جبل أبو جبل ما يطلعش في المنتخب المصري. خلينا نكون واضحين، ثم لاعبين قدموا مردود غير عادي. منعم منعم النني تريزيجيه الكل زيزو. انا متاكد وان محمد صلاح متحرج ما يحكيه كان على محمد صلاح، والحال وانه هذاك علاش قلت لك الكل يتحدث على محمد صلاح لمحمد صلاح، لانه وقت اللي جاء في الندوه الصحفيه تحدث على الفريق، تحدث على المجموعه، حدثش على نفسه، ولو ان الاسئله كانت تخصه هو شخصيا، لانه يريد حمايه المجموعه، يريد ابراز دور المجموعه. راه محمد صلاح دون ابو جبل ما ينجحش، محمد صلاح دون النني ما تجيش الكوره، محمد صلاح دون تريزيجيه ما يسجلش. ولهذا هذه روح المجموعه. محمد صلاح نعتبر وانه قاعد يعطي في دروس خفيه ولكنها ذكيه جدا، ذكاء فوق الميدان الان ولا يترجم في تصريحاته، وهذاك علاش قلت لك اكتشفت محمد صلاح جديد. لن ابتعد عن محمد صلاح، لكن هذه المره محمد صلاح وساديو ماني، وكيف تتفاعل الجماهير هناك في انجلترا خصوصا جماهير ليفربول مع هذه المباراة التي تخص نجميهما المفضلان. نتابع. أنا أشجع المنتخب المصري بالتأكيد، نتمنى إن شاء الله الفوز للفريق المصري، لأنه الفريق المصري أثبت جدارته، إنه فاز على الكاميرون، فاز على المغرب، يعني أثبت جدارته ولعب 120 دقيقة ل3 مباريات متتاليات، فيعني أظن إنه أثبت جدارته، إن شاء الله يكون حليف الفوز بالنهائي إن شاء الله. I'll support Senegal more than Egypt because I think Egypt is quite a strong team, and Senegal is also a strong team, but I think they're more the underdogs. I think. صراحة التجهيزات تبعت البطولة أبدا مو حلوة، لا ملاعب ولا حكام ولا نظام ولا شيء، يعني صار فيه مشاكل كتير خصيصا مع مباراة تونس، بس الأداء اللي عم يسووه المنتخبات العربية خصيصا مصر كتير حلو، بس كنا متوقعين أحسن من هيك. والله أنا أقول منافسة قوية بين الأفريقيا، بس صراحة عن نفسي أنا أرشح مصر. I support both of them, obviously, Mane and Salah, but probably Senegal, I think they'll get a win. Yeah, for sure, yeah. I want Egypt to win. I think Egypt's going to win it, but Senegal has got a good side. I think it'll be a tough game in the final, 100%. Salah. I think it has to be Salah, but it'll be nice for either of them, you know, just at least after the win to be able to go home with the trophy and have all the celebrations and then come back for our match. صابر بدر الدين فتحي، المواجهة صعبة على كلا المنتخبين. بعد هذه الجماهير شعرت أنها أصعب على جماهير ليفربول، لأن هناك انقسام، لاعبين محبوبين. 5-2 لمصر، خلي بالك. سجلت طبعا 5-2. طيب في واحد ما تكلمش لا على مصر ولا على السنغال، تكلم على الملاعب، حسبت هذا بس من... في الاخير قال اتمنى لمصر. اوكي. يبدو الاغاني اللي يسمع فيها المصريه ما يعني الاغاني اللي يغني فيها محمد صلاح واللاعبين ما يعرفهاش، واللي ما يقول شيء، والتركيز بسم الله ما شاء الله مسجلهم. الاغاني انا بتفائل بالحاجات دي برضو احيانا. والله. ف5-2 ان شاء الله لمصر. خلاص انا عجبني واحد مهند والله قال مصر ستنتصر لكن السنغال ستفوز. ما فهمتش. مركز شرع صدق. صعبة، لأن محمد صلاح وماني يعنيان كثيرا للجمهور ليفربول. أمس وإحنا بنختم الحلقة ماذا قلت لك؟ قلت لك على أنه أنا أشفق على جماهير ليفربول. صح. تحب اللاعبين بجوج، تحب محمد صلاح وساديو ماني، يعني إذا فرحت لصلاح ستحزن لماني والعكس صحيح. لذلك أنا أتصور أنها مواجهة ما بين فريقين. صحيح أننا احنا كعرب نميل إلى منتخبنا المصري، لكن جماهير ليفربول وكلوب قال
قال لهم انا بالنسبه للذي سيفوز ساتركه يحتفل 3 ايام، اما الذي سيخسر سياتي من يومه ليشرع في التدريب ويدخل على المباريات، يعني ما فيش كلام. الاكيد انه فما واحد رابح الان قبل المقابله هو ليفربول. صح، ليفربول لانه في القمه، في القمه طبعا، لانه في القمه الافريقيه. ليفربول فارح لانه زوج لاعبين بطبيعه الحال قيمتهم التسويقيه، قيمتهم الفنيه، اشعاعهم. ليفربول اول فائز بكاس افريقيا قبل ان يبدا. وساديو ماني لابد ان نتكلموا عليه. ساديو ماني مهند، اذا كان منتخب السنغال وصل الى نهائي 2019، اذا كان وصل الى نهائي 2021 او 2022، على كل حال يعود الفضل لهذا الرجل لساديو ماني، لاعب حاسم في مواقف صعبة، تشعر بأنه يرفع هذا المنتخب السنغالي على أكتافه، وإذا ما تحقق له اللقب غيكون عنده فضل كبير فيه. لا قدر الله يعني. لا قدر الله. صور صلاح في مع ليفربول الإضاءة أكثر جودة، مختلف. الدنيا مختلفة تماما. الدنيا حسيت إنه واحد ثاني. والله يا أخي هذه هي إفريقيا أخي، قبلوا إفريقيا كما هي. وإحنا أفارقة ونفتخر نحن أفارقة، وهذه قارتنا اللي ننتموا لها. يا مهند أفريقيا ماما أفريقيا. مهند قبل 20 سنة ما كنتش تشوف ملاعب كما هذه، أو نقل تلفزيوني كما هذا قبل 20 سنة. أنا منتخب المغرب لما توج قبل 46 سنة كنا بنسمع الإذاعة، لما كنا شاهد مولود وقتها مولود. ما شاء الله، الله يبارك. تقريبا مولود قبل 46 وهو شباب. هو انت شالوك حتى من القائمه الموسعه، لان انت كنت حارس الرابع على الخامس ولا لا؟ هو كان حارس اي كان حارس، شالوه من القائمه الموسعه. بالطبع كان حارس يشبه الحارس تاع بوركينا فاسو في ضربات الجزاء. يا سلام يا حارس بوركينا فاسو ضربات الجزاء. عامل اسمع شرطه المرور. لا مهند فتحي، انا اجزم على انه هذا مش حارس. هذا ايش قلت لك؟ انا اظن بانهم لاعب ووضعوا عليه قميص حراس المرمى، ما عندوش. لا هذاك علاش قلت ما عندوش اي ريبير ديال الحراس. لا هذاك علاش قلت المقارنه بينك وبينه ما يجوز. لا مستحيل. هو حارس وانت الله والله حرام عليك. هو قال انا حارس، انا ما شفتش. هو قال انا حارس واقنعني. اقنعني من ناحيه انا حارس البيت. الحارس الله بدر. انا من ناحيه نظريه اقنعني. وانت كنت تلعب كوره؟ تو انا وين كنت تلعب؟ شوف هذا انا في الفريق الوطني. لا لحظه بدر الدين، لحظه. هو لعب كوره طبعا. وين لعب كوره؟ لعب كوره مع فريق المحامين في تونس. ذاكره خبيثه جدا. لعب مع فريق المحامين، ولكن لا هو بدا مع شبيبه العمران. لا ولا شبيبه العمران، اللي بعدها اللي بعدها بنيان. خليها في الحصه الاخيره. طيب نقول انا ولا تقول انت؟ لا خليها في الحصه الاخيره. الحصه الاخيره غدوه. طيب في الحلقه الاخيره بعد فوز المنتخب المصري ان شاء الله سنفصح عن الفريق الذي لعب له فتحي المولدي، وهو الفريق المفضل والذي ينتمي له فتحي المولدي من دون ان يعلن. مش معروف تونس من يشجع. اسمع وانا اكتشفتها عن طريق الصدفه. اسمع صحيح. بكره نقولها ان شاء الله بعد فوز منتخب مصر. بربي عندي 30 حلقه انا كويس كما تقولوا المسافه. ما عرقتش تو عرقت. يا الله. ربي يحفظك. وهذا السر اللي يبحث عليه 12 مليون تونسي باذن الله، العبد لله الفقير. حنقولها لكل التوانسه اللي حينتظرونا بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والتغاضي. دمتم بخير، في امان الله.